أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحدث اليوم، وفي القلب منها برنامج رئيس التحرير القائد. وزي ما وعدناكم بنبدأ موسم جديد بأن احنا نشوف نماذج محترمة في الوطن، وطننا الكبير جمهورية مصر العربية، وفي القلب منها الصحراء الغربية، وتحديدا بمنطقة سيدي حنيش محافظة مرسى مطروح. النهاردة في ثورة، في سعادة، في انقلاب حب على شخص الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق، والناس كلها جاية، العواقل والشيوخ تحمد له بالسلامة. نقول له حمد لله على السلامة. ومعانا الأستاذ عبد الرحمن الجنيشي الأزرق، وهو أحد أقارب الشيخ عبد السلام. وحمد لله على سلامة الشيخ سلوم. الله يسلمك. في البداية أشكرك على المشاركة أنت والجمع اللي معاك. الأولى ألف حمد لله على السلامة لخالنا سلومة جويدة الأزرق، أحد كبار عائلة الأزرق وعائلة بدر العاصي. في البداية أن أنتم شفتوا التجمعات، ما شاء الله، أحباب عبد السلام جويدة. ثورة حب، ثورة أنا حب، مسميها ثورة حب. ثورة حب. يعني احنا ما مش هنقول يعني ايه محبة الناس دي في عبد السلام جويدة. عبد السلام جويدة خالنا ده ممكن يعني بفضل يعني مثلا مشاغله بيركنها على جنب، وبيفضي نفسه لمشاكل الناس، بيحل نزاعات دائما. يعني في البدايه يعني في كل حاجه يعني بيفضي نفسه، بيحل نزاعات يعني نزاعات قبليه، نزاعات عائليه، نزاعات يعني الصراحه يعني حتى يوم ما كان الحادث، عمل الحادث ده، كان عنده وفد من العمد ومشايخ، حل بين قبيلتين، فحصل اللي حصل. فعشان خاطر كده الحمد لله ربنا رجعه لنا بالسلامة. يعني ربنا يجعلها في ميزان حسناته. وحتى هو أنا كنت معاه في بعد طلوعه من المستشفى كان بيقول لي أنا هستمر تاني في الموضوع ده، ويعني الموضوع ده أنا حبيته. يعني همه كله يعني النزاعات، حلول النزاعات يعني. فعبد السلام جويدة راجل قبيلة، راجل نقب، يعني نقب، يعني نقب عائلة علي الأحمر، نقب أولاد علي، كل القبائل يعني ما بيفصلش بين قبيلة وقبيلة. مثلا لا ما شاء الله، جميع الصحراء مشاكله بيحل في جميع الصحراء. فربنا يجعلها في ميزان حسناته. يعني دايما واقف مع الغلبان، زيارات في المستشفيات، الغلبان بيروح للمستشفى، عندك ايه، ناقصك ايه، يعني مثلا حد ما بيقدرش على مصاريف المستشفيات، بيروح بيساهم. سلام جويدة ده يعني مساهمته للحل النزاعات هو يعني ورثها عن أبيه وعن جده وعن أحفاده. يعني الحاج جويدة الأزرق يعني مشهور، أشهر من يعني مشهور في حل النزاعات، يعني ورثها من والده والله يرحمه ويسامحه، الله يرحمه، الحاج عبد السلام جويدة. فهو اللي عشان كده ربنا أكرمه وطلع لله. بالسلامة وألف ألف حمد لله على السلامة. والجمهور والحضور هو اللي شاهد. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يتمم شفاء على خير. ومشكرين يعني الحمد مشكرين لله على على السلامة، الله وشكرا يسلمك. أستاذ عبد شكرا. الرحمن. زي ما حضراتكم شايفين فعلا ثورة حب، ثورة جمال. قد ايه الناس والوفود عمالة تيجي من كل حدب وصوب حقيقة عشان يقولوا للشيخ عبد السلام جويدة الأزرق حمد لله على السلامة. لسه معاكم. وايضا معانا احد اقارب الشيخ سلومة الازرق، وجايين نقول له الحمد لله على السلامه. طبعا الحاج سلومة الحمد لله على السلامة يعتبر أحد كبارات الصحراء الغربية، رجل له باع كبير في حل النزاعات، رجل المعروف لا يعرف، يعني رجل يعتبر من قيادات القبائل العربية كلها.
بالنسبة للحاج سلومة هو قيمة وقامة، يعني مهما نكلمنا مش هنعرف نديله أكتر من حقه. يعني العواقل والشيوخ والأجاويد كلهم جايين يهنوا بأنه الحمد لله قام بالسلامة، والحمد لله مستمر معانا الشيخ سلومة، وبنقول له حمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. طبعا لا شك ان كل الناس عايزة تيجي للحاج سلومة تقول له الحمد لله على السلامة. ورجعنا لكم تاني مشاهدي برنامج رئيس التحرير القائد من قناة الحدث اليوم، وهو الحدث الأهم اليوم زي ما بدأنا الحلقة من الأول إنها ثورة حب. ثورة حب في حضرة الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق. منطقة صحراء غرب مصر الناس كلها جاية تحمد بالسلامة على رجوعه لأرض سيدي حنيش مرة أخرى بسلامة الله بعد الحادث الأليم. ومعانا الآن الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. عايزين بس نخلي المشاهدين وكل قبائل والعواقل العربية في صحراء مصر الغربية تسمع كلمة من الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق، وهتقول ايه لكل الحشود اللي عملت ثورة حب النهاردة في حضرة الحمد لله على السلامة يا شيخ عبد السلام. اولا الحمد لله رب العالمين. ثانيا نشكرهم يعني جميع من حضر، يعني من السلوم واسكندرية ومن القاهرة وكفر الشيخ على مستوى المحافظات، يعني وحضرتك يعني شهادة الوضع على مستوى محافظات الجمهورية. نشكرهم ويعني وبارك الله فيهم، وإن شاء الله يعني ربنا يقدرنا على جمالهم معانا ووقفهم وتقديرهم معانا. وإن شاء الله نقولهم في الأفراح وفي المناسبات السعيدة ونحمد الله ونشكر فضله. الحمد لله مشكورين، بارك الله فيهم وبارك الله بجميع من حضرنا وشرفنا النهارده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والشيخ ملح الماوي معانا النهارده، وفرصه كريمه انه يقول كلمه. على فكره الناس كلها في مظاهره حب، انا قاعد بتفرج لاول مره اشوف هذه المظاهره في الحب لحضره الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق. حقيقة والله، والناس بتقول مش من اليوم، ده من والده رحمة الله عليه الشيخ جويدة الأزرق. كان دايما بيجيب المختلفين والمتناثرين والمتشابكين عشان يصالحهم في بيته ويقعد معاهم ويقول كلمة حلوة وطيبة. وفعلا فعلا البيت بيت جويدة الأزرق من يومه وهو فعلا بيت أجاويد وبيت مصالحات. وعايزين نسمع كلمة من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاج ملح بونيس بالماوي من محافظة اسكندرية، وجايين طبعا للحاج سلومة والحمد لله بالسلامة، والمحبة اللي ريناها والخالق اللي ريناها ما كناش متوقعين. دايما الناس بتدير حوادث عندنا، بيجيب من المستشفى 2 3 بيجوا يرعوه ويمشوا، وبالتليفونات ما عدا محبة سلومة. صراحة اللي ريته المنظر اللي ريته كان منظر تجمهر فعلا، ومحبة كانت صراحة ما نحسبش عندي جمهور بالطريقة هذه.
والجمهور اللي جاء اليوم ان شاء الله يمشي له في الفرح، وان شاء الله يرد لهم بكفاهم باذن الله. واللي جايتنا هذه احنا جايين من اسكندريه، عندنا من الواجب اللي بيدير فيه معانا. يعني الحاج سلوم هذا جاي ما بيسيبناش في اي حاجه، اي مناسبه بنلاقوه اول واحد بيجينا هو، يعني بصراحه يعني. وربنا يكرمه ويخلي لنا، والحمد لله جت على قدك، وربنا ما يسونا فيه ان شاء الله، ويخلي له ولعويلته باذن الله. حق عادل بنيجي القنيشي. اول ما نقول للجماعه اللي قوموا قابلوني في ابن عمي وتعبوا وسعوا من السفر ومشقه السفر، نشكرهم ومردود لهم في الافراح. والحمد لله الحاج سلومه زي الفل، راجل ابن عمي ابن خالتي. والحاج سلومه ده يعني يعتبر علم من اعلام مطروح. والده زرع الشجره دي اساسا، في الاساس والده كان اساسا اللي بيفض جميع المنازعات على مستوى محافظه مطروح ومحافظه اسكندريه ومحافظه البحيره. وهو فيه البركه برضه، ربنا ما يحرمنا منه ويطول لنا في عمره ويبارك له في اولاده. والجماعه اللي قوموا وتعبوا وكلفوا نفسيهم برضه مردود لهم ان شاء الله. والحاج سلومه ده ابن عمي وابن خالتي واخويا، وربنا يطول لنا في عمره ويحفظه. الحاج بريق الفقي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا حاج سلومة، وربنا يبارك لنا في عمرك، والحمد لله اللي جت عليك. الحمد لله. احنا نقول الحمد لله على نجدة الحاج سلومة ونجدة كبيرة، والحمد لله رضا والدين تمام. ففرحتنا كبيرة بالخلق اللي حضرت والجمهور اللي حضر، فرحة كبيرة وثورة حب. طبعا حاضر معانا الحاج لافي الباشا، ابن الباشا حمودة. الباشا حمودة رحمة الله عليه عضو مجلس برلمان في عهد الملك، وهيقول لنا كلمة تحميدا لسلامة الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله. اليوم قاعدين في محفل كبير على مستوى صحراء مطروح بسلامة
حادثة تعرض لها سلومة جويدي الأزرق، والحمد لله ربنا كرمه ونجيه. وكان اليوم عيد كبير. سلمت من صعيد مصر حتى حدود مصر الغربية بل إقليم برقة. وهذه المناسبة أن رعينا رجول حلوات من اسكندرية ومن الفيوم ومن صعيد مصر ومن مسلمين وأقباط والدنيا كلها حاضرة، وكان محفل كبير أفرحنا. والحمد لله بالسلامة يا حاج سلومة، وربنا يبارك فيك ويحفظك. آمين. والله يسترك دنيا وآخرة. آمين. الله يسترك دنيا وآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة شرفتونا قناة الحدث وشرفتونا بسلامة الحاج سلومة جويدي الأزرق. من حظ برنامج رئيس تحرير القائد اليوم قناة الحدث اليوم في حدث مهم وسعيد. معانا العمدة عمران مبيوة، شيخ وعمدة الجنيشات، هيقول كلمة النهاردة يحمد فيها على سلامة الشيخ عبد السلام جويدة الأزرق. النهارده بنقيم احتفال كبير بمناسبة عودة الحاج عبد السلام جويدة الأزرق من رحلة العلاج بالشفاء. ودي طبعا احنا يعني يمكن بالنسبة لنا هو رمز من رموز القبيلة. فأنا بقول للحاج عبد السلام بالنيابة عن القبيلة وبالنيابة عن كل الناس المحترمين والناس الشرفاء، بقول له الحمد لله على السلامة، ونورت مطرحك وأهلك وبيتك، وعودا حميدا إن شاء الله كده ترجع زي الأول وأكتر. واحنا محتاجينك فعلا، محتاجين عطاءاتك اللي انت ماشي فيها، محتاجين زيك بيشيل معانا الحمل. ربنا يحفظ بلادنا وربنا يبارك في رموز قبيلتنا وعائلتنا زي الحاج عبد السلام. الحاج عبد السلام احنا بنقول لك يعني للمرة الأخيرة وقبل الأخيرة انت يعني أضفيت على المكان فعلا يعني سعادة وبهجة بحضورك وتواجدك بيننا، وكلنا اطمئننا عليك الحمد لله. نتمنى لك شفاء العاجل ان شاء الله، وربنا يزيدك وربنا يكرمك. واللي احنا عايزين نقوله يعني ربنا يعني يكرمنا بامثالك.